السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد في قناة مملكة الرعب والفزع. تخيل إنك راكب أسانسير في عمارة مكونة من 12 دور، وفجأة تلاقيه وقف في الدور ال13، دور غير موجود أصلا. ولما الباب بيفتح تكتشف إن اللي مستنيك هناك مش بني آدم. يا ترى هتعمل إيه؟ النهاردة معانا قصة رعب مصرية جديدة هتخليك تبص للأسانسير حواليك مرتين قبل ما تركبه. يلا بينا نبدأ، لكن افتكر لو سمعت الجرس الساعة 2:07 الفجر ما تفتحش الباب. يلا بينا. عنوان القصة النهاردة المصعد اللي بيطلع للدور ال13. في وسط القاهرة كان في عمارة قديمة جدا مكونة من 12 دور بس. الغريب ان كل السكان كانوا بيقولوا حاجة واحدة: بعد الساعة 2 الفجر اوعى تركب الاسانسير. احمد كان شاب شغال مندوب توصيل. في ليلة مطر راح يسلم طلب في الدور ال12. وصل العمارة ولما دخل لقى البواب نايم. ركب الاسانسير وضغط على زرار 12. الاسانسير طلع عادي 1 2 3 لحد ما وصل للدور ال12. سلم الطلب ونزل بسرعة، لكن وهو راجع كانت الساعة بقت 2:07 بالظبط صباحا. ركب الاسانسير تاني، ضغط على الارضي وبدأ الاسانسير ينزل 12 11 10، وفجأة ظهر رقم عمره ما شافه قبل كده، رقم 13. الاسانسير وقف رغم ان العمارة اصلا ما فيهاش الدور ده. الباب اتفتح بالراحة، قدامه طرقة طويلة كلها ضباب والنور بيرعش. كان هيقفل الباب لكنه سمع صوت طفلة بتقول: لو سمحت ساعدني. بص لقى بنت صغيرة واقفة اخر الطرقة ماسكة دب احمر قديم، وشها كان باين عليه الخوف. احمد نزل خطوتين. اول ما خرج من الاسانسير الباب اتقفل لوحده. جري بسرعة يحاول يفتحه، مفيش فايدة. لف ناحية البنت، اختفت. لكن سمع صوت خطوات كتير جاية من اخر الطرقة، خطوات ناس بتمشي ببطء. ولما قربت شاف عشرات الاشخاص، رجالة وستات واطفال، كلهم هدومهم قديمة وعيونهم سودة بالكامل. وقفوا قدامه في صف واحد وقالوا بصوت واحد: انت نزلت يبقى مكانك هنا. طبعا جري احمد بكل قوته. كل باب يفتحه يرجع لنفس الطرقة، كل سلم ينزله يرجع لنفس المكان. وفجأة شاف باب الاسانسير مفتوح، جري عليه، ضغط على الزر الارضي. الابواب قفلت والاسانسير بدأ ينزل بسرعة جنونية لحد ما وقف. فتح الباب لقى نفسه في مدخل العمارة. البواب كان واقف بيبصله برعب وقال: انت كنت فين؟ قال احمد: 5 دقايق. البواب سكت وبعدين قال: انت داخل العمارة من اسبوع. طلع احمد موبايله لقى التاريخ فعلا بعد 7 ايام، ودي كانت المفاجأة. رجع لبيته حاول ينسى اللي حصل، لكن كل ليلة الساعة 2:07 بالظبط كان بيسمع صوت جرس الأسانسير قدام باب شقته، وبيبص من العين السحرية ما يلاقيش حد، لكن شاشة الأسانسير يكون ظاهر عليها رقم واحد بس. طبعا انتوا عارفينه، رقم 13. وفي آخر ليلة سمع صوت الطفلة من بره الباب وهي بتهمس: المرة دي دورك تطلع. ومن يومها اختفى احمد. اما سكان العمارة ما زالوا بيقولوا لو الاسانسير وقف في الدور ال13 ما تخرجش ابدا، حتى لو سمعت حد بيستغيث. وبكده تكون قصتنا خلصت. لو عجبتكم برجاء الضغط على لايك والاشتراك في القناة، وسلام.